السلام عليكم. النهارده انا جاي اتكلم في موضوع المحكمه الرياضيه الدوليه والدوري موسم 2025. خلاص المحكمه الرياضيه الدوليه اكدت للنادي الاهلي ان الدوري نسخه 2025 لمصلحه النادي الاهلي، وكمان رفضت طعن نادي بيراميدز اللي هو المنافس للنادي الاهلي في البطوله. فانا جاي هنا اسال سؤال بس، معلش، هل بعد الفرائح دي كلها هل هيتم تصحيح الوضع في الدوري المصري؟ اكيد لا. احنا مستني ايه من فرقه كانت بترفع الدرع بتاع الدوري وخلاص بقى مبسوطين ان هم بيرفعوا الدرع والدنيا تمام؟ ومستني ايه من فريق كان بيحتفل بفوزه بالدوري مع انه اصلا هو ما حققش الدوري؟ ايه ده؟ يعني انا واحد من الناس، انا قلت الدوري انتهى بالفضايح بتاعته بكل الحوارات اللي حصلت فيه، ايه بقى لازمه انك ترجع تفتح في الموضوع ده تاني؟ ما خلاص، ما الموضوع اساسا محسوم، واصلا ما كانش في حد اصلا في دماغه، والناس كلها خلاص منشغله بالبطولات الجايه، انت الوحيد اللي رجعت وقعدت تفتح المواضيع. ليه؟ ما اعرفش. وقعدت تفتح الموضوع ان احنا عايزين ناخد الدوري، فما ينفعش انك تيجي تقول لي اصل انا هاخد الدوري، وما ينفعش انك تروح تعمل درع بلاستيك تمام تحطه عندك في النادي وتقول لي اصل انا خدت الدرع ومش عارف ايه وانا خدت الدوري نسخه 2025. طب فين الدليل؟ فين الدليل اللي عندك انك خدت الدوري؟ يا عم الحاج انا هقولها لك نصيحه، الدوري للاهلي، لو مش الاهلي هيكون للزمالك، ما بين قوسين ما بين قوسين. الاهلي مش في افضل حالاته، يعني لو الزمالك اخذ الدوري الاهلي مش هيكون في افضل حالاته، ولو الاهلي في افضل حالاته هيكون الزمالك اخدها بفرق بسيط جدا من النقاط. معلش لو انا بس بعدت عن موضوع الجيمنج شويه، بس الموضوع كان غريب شويه وكنت عاوز اطلع اتكلم فيه بصراحه. موضوع الدوري بقاله سنه منتهي وتمام، واحنا اصلا بنخلص في الدوري نسخه 2026، خلاص بنخلص فيها وعايزين نخش في كاس عالم ونستعد لكاس عالم انت بقى يجيلك الرد. تمام. لما جالك الرد، لما الناس كلها قالت، صفحه النادي الاهلي على الفيسبوك طلعت بيان قال لك ان المحكمه الرياضيه الدوليه ادت احقيه النادي الاهلي بالفوز بالدوري المصري، ادت الاحقيه الكامله بفوز النادي الاهلي بالدوري المصري نسخه 2025. طلع مصدر من نادي بيراميدز بيقول لك اصل احنا ما وصلناش بيان من المحكمه الرياضيه الدوليه، هو جالك في الطريق ما تقلقش. معلش بس هتلاقي المحور بس معلق شويه ولا حاجه، بس هو جالك في الطريق والله ما تقلقش. الموضوع كان غريب والله العظيم، يعني الموضوع غريب، يعني موضوع اساسا تبص له من ناحيه تلاقيه كوميدي، اخر الدوري بكل حقوقه بكل حاجه حرفيا نسخه 2025، فده حاجه تفرح وفي نفس الوقت حاجه تضحك. طيب هل بعد كل الكلام ده، هل بعد كل الكلام اللي حصل ده، هل بقى احنا هنسكت ونكبر الدوري بتاعنا شويه؟ مفيش الكلام ده. وبكره هتلاقي مشكله نفس اللي حصلت السنه اللي فاتت، وهتلاقي الاهلي بيشكل الفريق، او تلاقي الزمالك بيشكل الفريق، او هتلاقي بيراميدز بيشكل الفريق، ايا كان مين اللي بيشكل الفريق. احنا عندنا الفريق اللي بياخد الدوري اتعمل له 1000 مسرحيه. لو الاهلي خد البطوله اصل الاهلي واخده بالحكام، طب الزمالك لو خد البطوله والله احنا واخدينها بالمجهود وبالتعب وبالعرق، تمام. طب لو بيراميدز خد البطوله وده مستحيل، انا اقولها لك من الخلاصه، خلاصه الموضوع الدوري للاهلي او للزمالك، ما بين قوسين لو الدوري للزمالك هيكون الاهلي مش في افضل حالاته، الموضوع منتهي. يعني الموضوع كوميدي، بلاش فرح اكتر من كده في مصر، يعني بلاش فرح في الدوري المصري اكتر من كده، احنا عاوزين نكبر مش عاوزين نصغر. الدوريات التانية بتكبر، اصغر دوري حاليا بره مصر بيكبر، احنا ليه نصغر واحنا عندنا كاس عالم عاوزين نركز فيه؟ كفايه اللي احنا خرجنا من افريقيا، احنا صعدنا كاس عالم، وانا اقول لك على حاجه، احنا ما صعدنا كاس العالم صعدنا عشان المنتخبات زادت شويه، المنتخبات الافريقيه زادت شويه في كاس العالم، وغير كمان انت مجموعاتك كانت سهله، كل المجموعات كانت سهله. الموضوع غريب. احنا خلاص خدنا الدوري، اقفل الصفحه وافتح صفحه جديده، شوف الدوري ايه لازمتها الفرايح دي بقى؟ يعني ايه لازمتها الفرايح دي؟ في اخر الفيديو كده انا حابب اقول لحضراتكم ان الدوري لو مش للاهلي هيكون للزمالك، لو مش للزمالك هيكون للاهلي، مفيش اي فرق في مصر هياخد الدوري غير الاهلي او الزمالك. وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه.